طبعا سيادتك بتنزل وسط البلد وبتعدي من ميدان التحرير. طب انا هقول لك على حاجه. كان في منطقه اسمها سكنات قصر النيل. سكنات قصر النيل دي تم هدمها في ميدان التحرير بالقاهره سنه 54، وهي مقر لقياده الجيش اللي تم انشاؤه في عهد محمد سعيد باشا. وطبعا الانجليز كانوا واخدينها بعد الاحتلال. الكلام ده في كام بقى؟ استولوا عليها في كام؟ في سنة 1946، وتم إنزال العلم البريطاني من أعلى المبنى لسكنات قصر النيل. وقام الملك فاروق برفع علم المملكة المصرية بعد إجلاء الإنجليز عن القاهرة وانحصار وجودهم في مدينة القناة فقط. وطبعا بعد قيام ثورة 52 يوليو 52، الثورة الجميلة المجيدة، لقى اللواء محمد نجيب عدة خطابات إلى الشعب من هذا المبنى. وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تقرر هدم هذه المبنى وإنشاء فندق النيل هيلتون ومبنى جامعة الدول العربية. فعرفت كده كان هنا في إيه؟ الحتة اللي هي فيها جامعة القاهرة فيها جامعة الدول العربية، وفيها فندق النيل هيلتون. دي أصلا كانت سكن لمقر الجيش المصري، ده اللي تم إنشاؤه في عهد محمد سعيد باشا.